عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا صبايا وأهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة مطبخ رنا. اليوم بإذن الله رح نحضر معكم طريقة عمل شيش طاووق بخبز التورتيلا، ورح نحضر طريقة عمل صوص الريحان بالأفوكا، ورح نحضر طريقة عمل كريم توم. وأنا إن شاء الله بفيديو تاني رح أعمل طريقة تحضير الكاتشب إن شاء الله تعالى. ويلا نشوف الطريقة. رح ضيف نص كاسة زيت زيتون، ورح نضيف بصلتين كبار، عندي هون حبتين فليفلة حمراء وفليفلة خضراء، رح نقليهم شوي بس مو كتير مشان ما يستووا. وعندي هون 1.5 كيلو صدر دجاج، رح قلبهم ورح ضفلن البهارات. عندي معلقة صغيرة توم بودرة، ومعلقة صغيرة زنجبيل، ومعلقة صغيرة أوريجانو، وفلفلة ناعمة، ومعلقة صغيرة هال، معلقة صغيرة جوز الطيب، وعندي 6 حبات ورق غار، ومعلقة بهار حلبي أو 7 بهارات. رح ضيف البهارات وقلبهم، ورح ضفلن مكعب ماجي كمان. لحتى يستووا، ورح نوطي شوي النار عليهم. رح ضفلن معلقة كبيرة دبس فليفلة، رح نحضر صوص الأفوكا مع الريحان. عندي سنين توم، معلقة ملح صغيرة، حبتين أفوكا، رح اخد شوي برش من الليمونة، ورح اعصر الليمون اللي اخدت منه البرش. عندي 4 حبات ورق كبار من الريحان، نخلطهم على المكسر هيك بدي قوامهم. عندي 4 حبات من الثوم، 4 سنين يعني، وعندي 3 بيضات، معلقة ملح، برش الليمون، عصير ليمونة. ورح نزل شوي الزيت لحتى يصير عندي القوام المطلوب. هيك لازم يكون قوامه. رح جيب خبز التورتيلا وادهنه بالدبس الفليفلة، وضيف له الكاتشب والمايونيز.
رح جيب مقلاي، رح احط لها معلقة زيت زيتون، رح حمصهم على نار هادية. هيك بيكون جاهز معنا الشيش طاووق وخبز التورتيلا. وإذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا بالقناة، وأهلا وسهلا فيكم، صحتين وعافية.